تفتكر ليه اليابان استسلمت بعد ماتش طويل من الصمود؟ وايه اللي حصل لهم؟ وايه اللي بيحصل بالظبط لحظة انفجار القنبلة النووية؟ خليني احاول ابسط لكم الموضوع. خلال اول جزء من الثانية بتتكون كرة من النار سطوعها عالي جدا واكتر لمعانا من الشمس، والكرة دي قطرها بيبدأ يوسع بسرعة كبيرة جدا، وبعدين بيخرج منها وميض نووي قوي ممكن يصيب بالعمى المؤقت لأي حد بيبص عليه. وأما بالنسبة للنقطة اللي بتتضرب فيها القنبلة نفسها فبتتحول لحفرة عملاقة جدا، وكل الصخور والأتربة اللي حواليها بيتحولوا لغبار وحطام مشع. الغبار ده لما بينتشر في الجو بفعل الرياح بيحول مساحة كبيرة جدا حوالين نقطة الانفجار لمكان غير صالح للسكن لمدة سنين، وبعد أقل من ثانية بيخرج نوعين من الإشعاع الفوري وهم أشعة جاما والنيوترونات، ودي بتقتل كل الأشخاص القريبين من مركز الانفجار. وفي لمح البصر بيحصل موجة انفجار مرعبة بتدمر المباني الخرسانية في نطاق كذا كيلو، وبتدمر المباني الخشبية في نطاق أوسع.